هذا نسميوه عشي الملوك. اليوم ميمتي باش تودكم بالوصفة الكاملة الكسكسي بالببوش. اي نعم يا جماعة، ناكلوا الببوش ومن قبل ما تاكل برشا يعرفوه ويتقزوا منه، اما لذاق ويعرف البنة متاعو. متنساوش تقولولنا في التعليق انتم منين تاكلوا الببوش ولا، وشنية اكثر اكلة تحبوا طيبوها بيه. يا جماعة انتم كي تسقطوا الببوش بعد ما تنظفوه شنية المقولة اللي تقولوها؟ ونحطوا كاسة زيتونة، نقليو قرينات فلفل بقلوتي، نخليو بصلة صغيرة تتقلى، نلهوجوا معاها كعبتين طماطم حيين وزوز مغارف طماطم معجونة، ونزيدوها 3 مغارف فلفل أحمر على خاطر نحبوا الماكلة الحارة، نملقوا بالماء ونزيدوا الفول متاعنا بالطبيعة البصل باش يعطي النكهة متاعو. يا جماعة الملح استعملناه اليوم ملح ناتوريل ما فيش حتى مواد كيميائية. توا كيما استانستوا بميمتي تكسكس الكسكسي من غير غرباء، كسكسوا بالماء بعد زيد الزيت وتعاود تكسكسوا بالزيت. توا نحطوا الكسكسي متاعنا يفور الطفيرة الأولى، وكي تحضر الطفيرة الأولى نبلوه بالماء ونزيدوا نكسكسوه بيدينا. توا في الطفيرة الثانية باش نزيدوا الببوش متاعنا معاه الفاح اللي هما التابل والثوم، نزيدوا معاهم البطاطا والحمص اللي ديجا طايب. توا كي تحضر الطفيرة الثانية باش نزيدوا طرف في الأكحلة ونسقيو الكسكسي متاعنا. صدقوني يا جماعة بنا فيها عالمية، من لون الكسكسي وحده تفهم كل شيء. وديات ميمتي ديات البركة هي اللي زادت فيها الشطر. متنساوش كان عجبكم محتواي اني وميمتي تتبعونا على صفحاتنا الكل باش نوثقوا لكم الماكلة التقليدية التونسية.